بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم مطبخ أكلات منولة. النهاردة إن شاء الله هنعمل حواوشي الكبد والقوانص. نص كيلو كبد وقوانص، 3 بصلات، وفلفل بأي كمية انتوا تحبوها، حامي أو رومي. أول حاجة بنفرم الكبد والقوانص. البصل بأي كمية احنا عايزينها، 3 بصلات، 4 5 6. البصل بيسكر الأكل، مفيش مشكلة. ونفرم الفلفل الحامي على الروز. طبعا بنحط البصلة ونضيف البصلة في الطاسة لحد ما تدبل بس. لما البصلة بتلون معانا كده بنبتدي نحط القوانص اللي احنا عاملينها. القوانص دي كأنها لحمة مفرومة بالظبط، محدش هيعرف اصلا ان هي قوانص. يعني كده نعتبر بنعصج القوانص زي ما بنعصج اللحمة كده بالبشاميل بالظبط، نفس الطريقة. الفلفل الاسود، بعد ما القوانص بتاخد تشويحه معانا كده نحس ان هي داخله في سوا خلاص، هي الوقت زي العصاق بالظبط، في نفس الوقت بتاعه ونبتدي نحط الفلفل اللي احنا فارمينه في الكبه. ونقلب. بسم الله بسم الله. ده بالنسبه للقوانص. بقى بالنسبه للكبده احنا سلقناها عادي زي ما نكون بنسلق لحمه. هنبتدي نقطعها مكعبات وننزلها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. نديها برضو تشويحه معاها. الكبده كده مسلوقه والعصاق خلص. نشوح بقى فيها شويه كده على قد ما نقدر عشان نحس ان الكبده خدت لون. نبتدي نحشيها بقى باذن الله. نبتدي بقى نبهرها بهارات حواوشي او بهارات لحم. لو ما عندناش ممكن بهارات لحم، ملح، بسم الله ما شاء الله. طبعا الريحه والطعم بسم الله ما شاء الله تحفه. ان شاء الله هتعجبكم. هنحطها في العيش ونكمل نشوف هنعمل ايه بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا جهزنا العيش خلاص، حطينا فيه الكبد والقوانص وبنبصمه بقى في الطاسه. نمسح قطنه او منديل كلينكس بالزيت ونبصم العيش بس، لان هو كده كده مستوي. بسم الله ما شاء الله. العيش بيتحمص بس انما هو كله مستوي. طبعا هنا بعد ما استوى الحواوشي بنشوف اي تقطوعه صغيره بنحط فيها زيت او سمنه طبعا، وبنحطه في حاجه زي حله كده بايركس، اي حاجه عندنا. طبعا هنا بعد ما استوى الحواوشي بنحطه في اي حله ونكون عندنا تقطوعه حاطين فيها سمنه او زيت. طبعا احنا عملنا فحمه
وغطيناه عشان يبقى كأنك عاملاه على الفحم بالظبط. ما شاء الله على طعمه، اتمنى ان انتوا تجربوه. ولايك وشير بقى وكده.